ما عنديش مشكله بامانه ما عنديش مشكله ان احنا يتحسب علينا ضربه جزاء، وهنخش في ديبيت كتير ان كانت ضربه جزاء نتيجه ان الركبه في وضعها غير الطبيعي او اليد او الكلام ده، وان الطبيعي ان الجول التاني يتلغي نتيجه ضربه الجزاء اللي اتحسبت على حسام عبد المجيد. ماشي، طب الجول الاول اتلغى لي ليه؟ انا ما اعرفش ليه الجول الاول اتلغى لي. الزمالك كان عامل ماتش حلو على اتحاد العاصمه في وسط جمهوره 50,000 متفرج، كانوا قافلين الاستاد وفي ارضه، فالطبيعي ان المفروض بيبقى اتحاد العاصمه هو اللي ضاغط ومقفل وعامل عليك الماتش. لا، انت كنت عامل ماتش حلو، كنت تقدر تكسب اتحاد العاصمه بجونين وثلاثه. يعني انا شفته فريق في المتناول ان انتوا تقدر تكسبوا. يعني انا بالنسبه لي ان انا كنت بلاعب سموحه كانت اصعب من اتحاد العاصمه بامانه. فليه ما اقدرش ان انا اكسبه؟ صعبتها على نفسي في القاهره هنا. لو كنت قدرت ان انا اجيب هدف، او لو كان الجول الاول اللي اتلغى لي ده اتحسب، طبعا قلنا الجول في ارضهم ليك انت كان هيفرق. هنا في القاهره كنت هتبقى مرتاح شويه. صعبناها على نفسنا قوي في المباراه العوده. فان شاء الله انا واثقه ان شاء الله اللعيبه عملت ماتش كويس في الجزائر، تفضل تعمل ماتش حلو برضو في القاهره. والكونفدراليه دي يا جماعه احنا اللي هنجيبها، احنا الجمهور اللي هنجيبها، اللي هنبقى رايحين ومقفلين الاستاد وبنشجع على اخر دقيقه. احنا اللي هنجيب البطوله دي ان شاء الله. واللعيبه عملوا عليهم، بس هي المباريات دي تكسب لا تلعب. يعني هم لعبوا حلو بس هي ما كسبوش. فبالنسبه لنا انتوا كانت مباراه زي ما قلنا في المتناول ان شاء الله. بس ان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي، واللي يقدر يروح. التذاكر هتنزل النهارده بالليل او بكره بالليل، قاعدين على الموقع يعني من النهارده بالليل من بعد الساعه 12 يا جدعان.